بعد عركة المطاوي والشوم اللي كانت بين الدلتاوية والصعايدة واللي كانت من 5200 سنة تحت اسم حرب التوحيد، واللي انتصر فيها الصعايدة بقيادة مينا نارمر، ومن بعدها تم توحيد مصر وجيش الدلتاوية اتحط على جيش الصعايدة وبقى فيه جيش مصري وطني خالص. طب ثانية واحدة كده، يعني مصر هي الدولة الأولى والوحيدة في العالم وعندها جيش، إذن الجيش المصري هو الجيش الأول في العالم وكان أقوى جيش في العالم ساعتها. وكعادة جيران مصر من البدو كانوا بيعملوا هجمات على الأراضي المصرية علشان يسرقوها، وده كان بيتم قبل توحيد مصر. ولكن بعد التوحيد البدو اللي كانوا متعودين ان هم يشنوا هجمات على الاراضي المصريه لقوا اختراع عجيب جدا، لقوا في حاجه اسمها جيش، يعني عساكر كده كلهم لابسين زي بعض، رافعين نفس الرايه وليهم نفس الهدف وبيحموا الحدود المصريه. كانت حاجه جديده جدا ساعتها من 5000 سنه. ومن اللحظه دي الشعب المصري حس بالامن والامان المطلق التام لما عرف ان مفيش اي تهديدات خارجيه من البدو وجيرانه علشان في جيش وطني خالص بيحميه، وان مفيش اي صراعات داخليه هتحصل بين الشعب وبعضه لان هم خلاص اتوحدوا بقوا شعب واحد. من هنا بدأ يبدع ويفنن ويطلع اعظم حضارة عرفتها البشرية حتى الآن، الا وهي الحضارة المصرية القديمة.